هنعمل النهاردة مع بعضينا بسكوت بيمبو. طلبتوه قبل كده كتير على القناة وبصراحة اتأخرت، بس رجعت ليكوا بأقوى وصفة على الإطلاق. هنعمل النهاردة مع بعض البيمبو اللي هو الراعي الأصلي لكل الأطفال، سواء احنا أو ولادنا كبار أو صغار. كلنا كنا بناكله واحنا صغيرين، ولما كبرنا واتجوزنا فولادنا هم اللي أخدوا المكان بتاعنا. تقريبا البسكوت ده هو نوع البسكوت الوحيد اللي احنا مخلصين عليه كلنا فلوسنا. انا لما بنزل اشتري طلبات بجيب ليا ولولادي منه. هو حلو قوي كمان، خصوصا انه كان قبل كده كان البيمبو الوحيد اللي موجود اللي هو ورقته صفراء. الوقت البيمبو بقى ليه نكهات كتير واطعمه كلها احلى من بعضها. النهارده هنعمل اول طعم مع بعض اللي هو طعم الشوكولاته الدارك وبنكهه البندق. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. لو اول مره تشوفوني انا فريده، اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو بتاعنا. خلونا اول حاجه نبدا بالمواد الجافه اللي معايا هنا نص كيلو من الدقيق، 500 جرام، كانوا 4 كوبايات. الدقيق مهم جدا ان انا اكون نخلاه كويس جدا. كمان معايا معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، كانوا بالجرام 15 جرام. نوع الدقيق بيختلف، يعني ممكن دي تحسوا مهما حطيته بنفس الكميه بس لونه مش مدي اللون الشوكولاته اللي قوي. ممكن في الوقت ده تزودوا معلقه كبيره كمان من الكاكاو. كمان نزلت عليهم بمعلقتين كبار من نشا الذرة، كانوا 25 جرام. وهنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب كده كل المواد الجافة دي مع بعضها واسيبها كده على جنب. في بولة بقى تكون كده عميقة، لان دي اللي هعمل فيها الشغل كله. هنزل فيها بكوباية الا ربع من الزبدة، ومهم جدا ان الزبدة بتاعتنا تكون بدرجة حرارة الغرفة. كان وزنها بالجرام 175 جرام. ممكن تبدلوها بسمنة، مفيش مشكلة خالص. وممكن نصها سمنة ونصها زيت، ممكن نص سمنة ونص زبدة، يعني شوفوا ايه المتاح عندكم واعملوه. عليهم هنزل بكوباية ونص من السكر البودر، وكان وزنهم برضو بالجرام 175 جرام. ومهم ان في الكوكيزات عموما ان انتوا السكر اللي تستعملوه خلوه سكر بودر، لان لو حطيتوا سكر حبيبات مش بيدوب، وبتلاقوه كده بعد التسوية بيقرقش كده في البق. كمان هنا معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. هسيب برضو كده البيض عندي على جنب لحد ما اجي احتاج. بالمضرب الكهربائي بقى هبدأ ان انا اخفق كل المكونات دي كده مع بعضها لحد ما السكر يدوب جوه الزبدة، وهتلاقي القوام اتحول لقوام كريمي كده وحلو. تمام، مش هتلاقوا زبدة خالص، انتوا هتحسوا ان انتوا بتقلبوا في كريمة. لازم كل حاجة من اللي قلنا عليها يا جماعة تكون بدرجة حرارة الغرفة، زي مثلا الزبدة، البيض، الحاجات دي كلها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. لان لو في حاجة واحدة فيهم بس سقع من التلاجة، الزبدة بتاعتنا هتفصل وهتقلب السوائل في جنب والمادة الدسمة اللي فيها في جنب، فالوصفة ساعتها هتبوظ وهتروح في حتة تانية خالص. فخلوا كل حاجة بره كده التلاجة على الأقل ساعتين قبل ما تيجوا تشتغلوا. خلونا كده في الخفق، هنخفق كويس جدا. لو ما عندكوش المضرب الكهربائي تقدروا تستعملوا عجان، تقدروا تستعملوا المضرب اليدوي، وكمان ممكن تستعملوا ايديكم، يعني مفيش اي حاجة هتوقفكم خالص. تمام. مهم جدا ان انا كل شوية اوقف خفق وبالاستاتيولا كده اقلب واجيب الجناب كلها ومن تحت وفوق، عشان لو في زبدة وسكر ما تقلبش كويس او ما تخفقش كويس، اتأكد ان القوام كل واحد وكل حاجة مخفوقة بشكل صح. هخفق بعد كده مدة 5 دقايق كمان، يعني م- وقت الخفق كله بتاع الزبدة او السكر هيكون تقريبا تلت ساعة 20 دقيقة. المهم ان انتوا تدوا الوقت ده او الخفق ده حقه، عشان الكوكيز دي اهم حاجة تنجحوا معانا. بعد كده هنزل عندي بالبيضتين. البيض بتاعنا لو ساقع والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، فصدقوني البيض هيبوظ الزبدة ويخليها تفصل معاكم. فانا باكد ان كل حاجه تكون بدرجه حراره الغرفه. هنزل البيضتين مره واحده وهنزل عليهم بالفانيليا. الفانيليا بتاعتكم لو نوعها حلو هتنزلوا مثلا 3 4 5 نقطات، اما لو نوعها مش كويس فنزلوا بقى كميه كبيره، بس حاولوا تستعملوا فانيليا نوعها يكون كويس. اما لو بتستعملوا الفانيليا اللي هي البودر فهتستعملوا 2 باكت من اللي هما
الفانيليا بالسكر العادية خالص. وبعد كده هبدأ اخفق تماما لحد ما كل حاجة تتجانس كده وما يكونش البيض ليه اي اثر. ونفس الكلام هوقف خفق، وبالمستاتيولا بتاعتي كده هقلب الجناب كلها ومن تحت وفوق، عشان لو في اي بيض او بياض البيض ما اتخفقش معانا يتخفق ويكون كويس. وهرجع اخفق تاني لحد ما اتاكد ان كل حاجه معايا مظبوطه. بعد ما خلصت خفق ده كان شكل الكريمه عندي، شايفين مظبوطه ازاي؟ ما فصلتش ولا اي حاجه، رهيبه بجد. ريحتها كمان حلوه قوي. عاوزه اقول لكم انا بحب اشتغل قوي بالزبده، يعني بحب دايما اعمل كوكيزات كتير لان بحب شغل الزبده. بعد كده هنزل عندي بخليط الجاف اللي احنا حضرناه سوا في الاول، اللي هو الدقيق مع الكاكاو الخام مع البيكنج باودر. خلاص. طبعا نسيت اقول لكم على ذره الملح، انا حطيتها واتفاجئت ان الكاميرا في الوقت ده ما كانتش شغاله. عموما هتحطوا ذره ملح صغيره خالص، حاجه كده ما بين صباعكم، حاجه بسيطه. ذره الملح دي بتفرق معايا، بتبرز لي طعم كل حاجه في الوصفه. بالاستاتيولا بقى هبدا ان انا اقلب لحد ما الدي ما يكونش ليه اي اثر. طبعا اللي متابعني عارف انه الكوكيزات كلها او البسكوتات البتيفورات اي نوع كوكيز احنا ما بنعجنوش خالص. تمام. كل اللي بنعمله ان احنا بنلف لفه ونضغط كده على العجينه لحد ما كل حاجه تدوب. انا مش هعجن خالص. طبعا انا هسيب الاستاتيولا وهبدا اشتغل عادي بايدي، الم العجينه بايدي. تمام. حسيت ان الاستاتيو مطوله معانا كده شويه، فقلت لا. حسيتوا ان العجينه كده وانتوا بتلفوها ان هي مش سهله كده معاكم، يعني هنضيف معلقتين كبار من الزيت. ده مش معناه ان المقادير مش مظبوطه، لا خالص. هو بس في دي بيختلف من دي للتاني. في دي بيمتص سوائل اكتر، وفي دي امتصاصه للسوائل بيكون اقل. مع ان عملته قبل كده بنفس المكونات بالظبط نفس المقادير، الا ان استعملت المره دي دقيق مختلف هو اللي خلاني اضيف معلقتين كبار الزيت. طبعا ده مش اساسي، المعلقتين دول ممكن انتوا ما تحتاجوهمش، ممكن تحتاجوا اكتر من معلقتين. يعني انتوا كده العجينه قدامكم هتكون بالقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يعني لما تيجوا تمسكوا كده قطع وتكوروها كده ما بين ايديكوا، اتشكلت قطعه معاكوا كده سهله كده، خلاص هنوقف. اقسم العجينه بتاعتي ل3 كور واحطهم كده في كيس تلاجة او علبه بغطا. المهم ان انا احطهم في اي حاجه كده واغطيهم واسيبهم في التلاجة مده نص ساعه بس لحد ما يرتاحوا. لو انتوا في الصيف هتسيبوهم نص ساعة، اما لو انتوا بتعملوا نفس العجينة دي في الشتاء فهتشتغلوا على طول. عاوزة اقول لكم حركة التلاجة هتريح معانا العجينة، وهتخليها فردها يكون اسهل علينا بكتير جدا. تمام. هنا بقى كان بعد مرور نص ساعة بالظبط، جبت ورقة زبدة قسمتها كده من تحت ومن فوق، يعني حطيت العجينة في النص. لو مش موجود ورق زبدة تقدروا تستعملوا كيس تلاجة كده تفتحوه، واحد من تحت وواحد من فوق، هيسهل عليكم جدا الفرد. تمام. ومش عجينة بقى هتلزق على سطح الرخامة ولا في الاستاتيولا او في قصدي النشابة بتاعتكم ولا اي حاجة خالص. افردوها كده كويس والسمك بتاعها يكون نص سم. ما تنسوش ان احنا حاطين فيها بيكنج باودر فهيخليها ترتفع حاجة بسيطة. فلسه هنحط بسكوتين فوق بعض بينهم هيكون في حشوة، مش عاوزاها تكون تخينة زيادة عن اللازم. تمام. نص سنتي بس، ويمكن كمان اقل حاجة بسيطة. افردوا العجينة يكون سطحها كل واحد، ما تكونش فيه حتة عالية عن حتة. وزي ما انتم شايفين كده جبت القطاعة بتاعتي وبدأت ان انا اقطع. لو ما عندكوش قطاعة تقدروا تستعملوا اي كوباية عندكم تكون مدورة، يعني مفيش حاجة هتقول لا. كمان عاوزة اقول لكم حجم البسكوتية من دي كان اكبر من بسكوت البيمبو الاصلي. تخيلوا بقى لو احنا كنا عملنا حجم اصغر. بالنسبة بقى للعجينة دي اللي هي ما بين الدواير، انا باخدها وبفردها تاني كده ما بين نفس ورق الزبدة، وببدأ اشكله من اول وجديد. هخلص كل الكمية بتاعتي. عاوزة اقولكوا كمان ان البسكوتية بعد ما بقسمها بخرجها على طول جدا بسهولة، وما بتتكسرش معايا ولا اي حاجة. حتى لو في واحدة ولا حاجة اتكسرت فما فيش مشكلة، هتعملوها تاني. المهم ان انا عايزة اوصلكوا انه مش لازم تحطوا العجينة في الفريزر عشان تقدروا ان انتوا تشيلوا الدوريات دي. طيب، عشان العجينة بتاعتكوا ما تتكسرش منكوا وانتوا بتشيلوها، مهم جدا ان لما تيجي تفردوا العجينة
تفردوها صح، وورق الزبدة يكون مفرود عليها ويكون ناعم جدا. يعني الخطوط اللي انا عاملاها دي او اللي باينة دي انا مش عايزاها تكون ظاهرة. لما كنت بلاقي خط كده بقوم مظبطة تاني العجينة، واقوم مظبطة برضو عليها ورق الزبدة لحد ما خلصت كل الكمية بنفس الطريقة. لو ورق الزبدة مكرمش العجينة بتاعتكم هتتقطع منكم ومش هتعرفوا يعني تشيلوها مظبوط، هتتكسر، لان انتوا كده ورق الزبدة يعتبر مكسر اصلا العجينة وانتوا بتفردوها. هنا كنت خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها، وهدخله بقى في الفرن بتاعي. الفرن لازم يكون ساخن مسبقا على درجة حرارة 190، رف اوسط. هيقعد معانا تقريبا ربع ساعة. من وقت للتاني هتبصوا عليه، هتحسوا ان الشوكولاتة من تحت كده زي ما انتم شايفين اخدت لون خفيف خالص. بس كده هنطفي ونخرجه على طول، ومش هنمسكه عشان بيكون ساخن عشان ايدينا بس، لحد ما يبرد تماما. شايفين اخد لون حلو ازاي؟ ما تسهوش عليه بقى، لان الشوكولاته من النوع اللي بتقطع بسرعه قوي فممكن تتحرق منكم. شايفين السمك بتاعها برضو مظبوط ازاي؟ رهيب بجد. الكميه بتاعتي كلها هرصها على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله عمل لي كميه كبيره جدا، يعني تقريبا 50 قطعه بسكوت. متخيلين؟ عاوزه اقول لكم كمان حجمها كبيره جدا، قد واحده ونص من بيمبو اللي بتتباع بره. هنا بقى لاكتر لحظه انا بحبها، وهي التشكيل. انا هنا هحشي بالنوتيلا بالبندق، ودي اول طعم من طعمات البيمبو. طبعا انا عملت من النهارده بس الشوكولاته بالبندق، تمام. فالمره الجايه ان شاء الله هنعمل النكهات اللي بعد كده. يعني كل نكهه كده هتكون في فيديو، لان كل نكهه هيبقى ليها نكهه مختلفه. ممكن تعملوا بالنوتيلا كده زي ما انا عملت، وممكن تعملوا برضو كميه بشوكولاته بني. يعني انا عملت جزء كده بنوتيلا وجزء عملته بشوكولاته بني، تمام. النوتيلا هتمسك على فكره وهتبقى حلوه. وحاولوا ما تحطوش كميه كبيره قوي عشان ما يكونش الكوكيز مسكر زياده عن اللازم، ويكون سكره كده خفيف وحلو، تمام. على فكره انا كنت بحط قطع صغيره مش كتيره زي ما هو واضح ليكم، كنت بحط حاجه بسيطه كده اللي هي بس تمسك البسكوتين فوق بعض، تمام. وبعد كده بجيب طبقة بسكوت تانية وبضغط كده كويس جدا لحد ما النوتيلا تتفرد كده جوه. برضو وانتوا بتضغطوا اضغطوا بحرص شوية عشان البسكوتة اللي فوق ما تتكسرش، تمام. طيب استنوا كده على الكوكيز لحد ما يبرد تماما، لانه كل ما بيكون سخن او دافي بيكون عرضة ان هو يتكسر، تمام. طيب الكمية دول هم عملتهم بالنوتيلا، هلمهم كده على جنب عشان اكمل بقية الكمية بتاعتي. هعمل جزء تاني بقى بالكاكاو الخام اللي انا مسيحاه. انا هنا معايا قالب سما 200 جرام. عموما انتوا في الكاكاو اللي هتستعملوه الشوكولاتة الخام يعني اللي هتستعملوها قالب ونص، تمام. ده لو انتوا هتحشوا جزء نوتيلا وجزء شوكولاتة. انا باخد كمية شوكولاتة حاجة بسيطة خالص على البسكوتة عشان تلزق البسكوتين ببعض، مش اكتر من كده، فبلاش تكتروا. احنا لسه هنحط شوكولاتة على الوش، فخلوها تكون حاجة خفيفة. طيب استعملت نوع ايه؟ استعملت نوع سما. النوع ده حلو جدا لو انتوا بتجيبوا البار اللي هو 200 جرام. اما لو انتوا بتستعملوا مثلا اللي هو الكيلوات، انا بستعمل ساعات سما، ولو ما لقيتش سما بستعمل فينا الاحمدي. الاتنين دول حلوين جدا، تمام. طيب زي ما قلت لكم كده باخد حاجه بسيطه قوي والزق البسكوتين ببعض، وهفضل شغاله بنفس الطريقه لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. هنا بقى كان شكلهم عسول خالص، لو انتوا حابين توقفوا على كده وقفوا. برضو كان طعمهم حلو جدا. يعني انا ولادي كانوا بياكلوا منهم كده قبل ما احط التغطية الاخيرة. كانوا بجد كان مبسوطين بيه خالص. على شوكة بقى بحط كده البسكوتة بتاعتي وبنزل على طول في الشوكولاتة، وبجيب كده سكينة من الجنب الناعم بتاعها وبنزل شوكولاتة. انا مش عاوزة طبقة شوكولاتة من فوق تكون تخينة، عاوزة طبقة خفيفة بس تغطي البسكوتة بتاعتي، مش اكتر من كده. منها نوفر شوية في الشوكولاتة، ومنها يكون نفس بره بالظبط، ومنها كمان السكر ما يكونش كتير، ما ولادنا لما ياكلوا منه كده ما يكونش بيجزع النفس، تمام. اللي اخلصها احطها على طول على ورق الزبدة.
اوعوا يا جماعة تحطوا الكوكيز اللي فيه شوكولاتة ايا كان بقى بني او ابيض، اوعوا تحطوها في صينية من غير ورق زبدة او كيس تلاجة على العموم، يعني على الاقل، لانه هيلزق معاكم في الصينية، واحتمال لما تيجوا تخرجوها هيتكسر منكم. فحاولوا تكونوا فرشين حاجة ايه تحتها بس. دي تاني واحدة كده عملتها، نزلتها في الشوكولاتة، وباخدها كده مسحة بالسكينة حاجة بسيطة خالص، يعني كأني بنزل الشوكولاتة. وعلى فكرة مع اني كنت بعمل كده بس كان عليها كمية شوكولاتة محترمة، يعني انتوا هتشوفوها برضو في اخر الفيديو معايا، رهيبة بجد. اخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. ده هنا بقى بعد ما دخلته الفريزر لمدة ربع ساعة بس مش اكتر من كده. باخد كده كل بسكوتة من دي وبشيل الشوكولاتة اللي زي ده كده من تحت. شايفين؟ هو ده بسكوت بيمبو من غير اي اضافات يا جماعة، بتباع كده. خلاص، المهم ان احنا نمسك كل واحدة ونشيل اي شوكولاتة زايدة منها. خلاص كده، زي ما قلت لكم هو البيمبو بتباع بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي. انا بقى حبيت ان انا اعلي التست شوية، وجبت شوكولاتة كده حطيتها في كيس حلواني اللي هو الاستعمال مرة واحدة، وبعمل خطوط كده. عايزين تسيبوها سادة اعملوا سيبوها، عايزين تعملوا خطوط اعملوا خطوط، يعني شوفوا ايه اللي انتوا ترتاحوا ليه واعملوه، دي حاجة ترجع لكم. وعلى الفريزر تاني ربع ساعة. وعلى فكرة انتوا ممكن ما تحتاجوش كمان تحطوها في الفريزر، لان الشوكولاتة اصلا التغطية الاولانية كانت متجمدة، فمجرد ما نزلت عليها الخطوط دي جمدت ومسكت عليها اكتر. بشيل بقية الشوكولاتات الزيادة زي ما انتوا شايفين كده، وكده خلاص البسكوت جاهز معايا تماما. شايفين بيطلع بسهولة ازاي؟ بجد رهيب يا جماعة، شكله رهيب، الطعم بقى حكاية. يعني انا كان نفسي تكونوا معايا وتدوقوا الطعم، بجد رهيب. المهم ان انتوا تظبطوا شكل كده كل بسكوتة من الزوايد اللي بتكون موجودة. شايفين بقى شكل البسكوت البيمبو عامل ازاي؟ بجد رهيب حرفيا. احنا اكلنا منه كمية كبيرة، احنا تقريبا عملنا اكتر من 35 قطعة بسكوت بيمبو. ومع كمان اخد في الاعتبار ان البسكوتية الواحدة من دي قد بسكوتة ونص من بسكوت بيمبو اللي بيتباع بره. بجد رهيب يا جماعة، ولازم لازم تجربوا. شايفين شكله عامل ازاي؟ تعالوا كده ناخد قطمة من البسكوت ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. شايفين الجمال؟ رهيب. طبقة البسكوت، طبقة الكريمة اللي جوه، وكمان طبقة الشوكولاتة اللي فوق التغطية ظاهرة جدا، مش قليلة ولا اي حاجة. بس بسكوت هش جميل جدا، احلى والذ واصح الف مرة من الجاهز بره. بس كده يا حلوين، الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك والاشتراك، ضروري لازم تشتركوا قبل اي حد عشان يوصل لكم كل وصفات الجديدة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.